بنقدم أهم العملات المصرية، بداية من بداية ثورة 23 يوليو سنة 52 لغاية السلطنة المصرية. طبعا بنستعرض مع بعض العملات وتمنها وأسعارها. طبعا عملات فاروق دي المملكة المصرية، ودي طبعا الجمهورية العربية المتحدة أيام اتحاد مصر وسوريا، ودي جمهورية برضه تبع الجمهورية العربية المتحدة. دي جمال عبد الناصر أيام جمال عبد الناصر في نفس التوقيت يعني. طبعا المملكة الجمهورية المصرية أهم العملات، ودي طبعا فاروق وفؤاد. هنا المملكة المصرية والسلطنة المصرية. السلطنة المصرية أغلى، السلطنة المصرية أغلى، اللي هي المجموعة اللي تحت دي أغلى من المملكة المصرية. وجمهورية مصر اللي ما كانتش لسه مصر العربية، اللي قبل اتحاد مصر وسوريا، دي غالية، اللي هي أيام جمال عبد الناصر بداية الثورة يعني. وبقدم لكم الحاجة دي وتحت أمركم. السلام عليكم ورحمة الله.